نسرين احنا سيبنا بعض ولسه بيدخل على كل ستوريهاتي، لسه بيراقبني من كل مكان تتخيليه. اي ستوري بنزله بيدخل يشوفه، اي بوست بيدخل يكتب لي عنه او عليه. بعد ما سيبنا بعض ما بيسيبش فرصه الا ويثبت لي ان هو واخد باله مني. لسه بيدخل على ستوريهاتك، لسه بيشوف تكتبي ايه. طيب تعالى اقول لك بقى 3 اسباب ما لهمش رابع ليه بيدخل على ستوريهاتك بعد ما سبتوا بعض. السبب الثالث اكيد هيفاجئك. يلا نشوف الحلقه. السبب الاول انه لسه متعلق في العلاقه، يعني ممكن يكون مهتم، ممكن يكون لسه بيحب، في بقايا مشاعر جواه. وفي نفس الوقت هو مش قادر يقدم لك اي حاجه، ما عندوش اي حاجه يقدمها لك، زيرو تضحيات. وجوده زي عدمه، يعني مش هقدم لك اي حاجه في العلاقه دي او اللي تطورها غير شويه ان انا ابص على الستوريات، اعمل لك لاف، اعمل لك كيرنج، لكن اي خطوه نقدمها للعلاقه دي هو ما عندوش اي حاجه. فمستنيكي بقى ان انت تقدمي تنازلات، تضعفي وتروحي تكلميه فيقول لك والله انا ظروفي 1 2 3، فانت يعني طالما انت اوكي وعايزه فهنكمل على ظروفي دي او هنكمل على الوضع اللي انا فيه. وطبعا ده بياخدك لسكه ان هو بيفرض عليكي شروطه، ما بيخليكيش تفكري انت متعلقه في العلاقه وانا بينت لك ان انا مهتم، انا بدخل على ستوريهاتك هعمل ايه اكتر من كده؟ لا، عداك العيب بصراحه. السبب الثاني بقى بيدخل على ستوريهاتك بدافع الفضول، عايز اشوفها راحت فين، جت منين. ده لما بيبقى احنا لسه سايبين بعض في اول يعني شهرين الانفصال. فضول، يعني عايز مثلا يشوفك سعيده، مبسوطه، ارتحتي في البعد، بقيتي مبسوطه، اتعرفتي على حد جديد، اوعي تكوني ارتبطتي. طب ايه؟ فهو مستني انه يغيب غيبته ويرجع يلاقي حضرتك قاعده بتعيطي، بتندبي حظك، مستنياه. فبيبقى راجع يبص في ستوريهاتك، البوستات بتاعتك، بيراقبك يعني من بعيد لبعيد على السوشيال ميديا كده عشان فضوله، يعني يشوف مثلا هتشغلي هو مش قال ان جاي، لسه بتندبي حظك على الحب اللي فات والذكريات ولا تجاوزتيه. وده السبب الثاني. استنوا بقى عشان السبب الثالث هو الاخطر لانه سنيكي شويه. نعمل اول لايك وشير وهقول لكم السبب الثالث. السبب الثالث وهو السبب الاخطر، انه لو لسه بيفكر بالطريقه دي يبقى الحمد لله انك سبتيه وخلصتي من العلاقه، او انت سبتها وخلصت من العلاقه، احنا بنتكلم على الطرفين. السبب الثالث هو ايه بقى؟ انه يبقى مستخسرك او تبقى مستخسراك. يعني ايه؟ يعني مثلا انا شايف ان البنت دي او الشاب ده حد اوفر كواليفايد، حد ما فيش بعد كده، بس انا كان بقى اتلككت بحجه الظروف، بحجه ان انا مش هقدم اي حاجه للعلاقه دي الا لو هي تنازلت، الا لو هي وافقت باوضاعي بظروفي وات ايفر. فانا ابقى مستخسرك، ابقى مستخسر البني ادمه دي او مستخسر الولد ده، فبدخل كده عشان ايه؟ احسسه ان انا لسه باقي عليك، انا لسه شريكي، انا هو متابعك. ففكره الاستخسار دي اسوأ فكره ممكن حد يعلق بيها حد، ان انا عشان مستخسرك فبدخل على اساس ان انا يعني ابين لك ان انا مهتم لسه بيك، اعلقك بيا، وفي نفس الوقت انا ما عنديش اي حاجه اقدر اقدمها للعلاقه دي عشان انا اضعف من ان انا اقدم اي حاجه للعلاقه. فانا اوكي اعمل اي حاجه من الثلاثه، ممكن اخش ابين لها ان انا زعلان على فراقها بان انا ادخل كل ستوريهاتها وابص عليها، او ان انا بدافع الفضول بس مجرد ان انا يعني عادي سكرول كده فدورت فلقيتها موجوده او لقيته موجود فقلت بص يعني منزل ايه عادي، او استخسرته او استخسرتها فبدخل عشان احسسها بتأنيب الضمير او احسسه بتأنيب الضمير. انا لسه فاكراك، انا لسه عايزاك، انا لسه فاكرك، انا باقي عليكي. فتبدأي تقدمي تنازلات، تتصلي، تهتمي. اوعي تصدقي الخدعه، اوعى تصدق الكمين. اللي عايز حاجه ما بيستناش يخش على ستوري عشان يقولها لك، ما بيستناش يشوف اخبارك كل فين وفين، ما بيستناش ان انت تنزل ستوري او بوست او حاجه على السوشيال ميديا عشان يسال عليك ويعرف اخبارك ايه. اللي بيحب بيجري ورا اللي بيحبه بالمشوار، لو اقرب ليه انه يسافر من بلد لبلد عشان يروح له يروح له. ده اللي بيحب. اللي بيحب ما بيستناش اي فرصه تعدي، ما بيستناش اي سبب يبعده عن الحد اللي بيحبه ايا كانت الظروف، ايا كانت الاسباب. انا واحده، خلوا بالكم على قلبكم جدا، مش اي حد يستاهله، مش اي حد يستاهل نعمه وجوده في حياتكم، مش اي حد. اللي مشي من حياتك رب خيرا لم تنله كان شرا لو اتاك. فاحمد ربنا، ابدا حياتك، تجاوز اللي مش موجود في حياتك، خلاص صفحه واتقفلت. مش هنستنى، مش هنعيش على اطلال حد، مش هنستنى وجود حد، احنا كاملين بنفسنا. خليك كامل. هستناكم تكتبوا لي في الكومنتات، اعملوا الاول لايك وشير، هستناكم تكتبوا لي يا ترى لسه بتتراقبوا، لسه الباب موارب، حاسين ان المراقبه دي بدافع الفضول ولا الاستخسار، ولا بواقي حب لسه ما خلصش ومستنيين ان انت اللي تقدم تنازلات. هستناكي الحلقه الجايه. دكتور نسرين العمري.